ندخل بقى الجزئية رقم 11 في الكورس بتاعنا، وهي حل المعادلات بقى. ركز بقى، لأن اللي فات ده يعتبر جزء أو كوم، واللي جاي ده موضوع تاني خالص. حل المعادلات. أول نوع من المعادلات بتاعتنا المعادلة البسيطة خالص، وهي معادلة في مجهول واحد بس. حل معادلة في مجهول واحد فقط من الدرجة الأولى. طبعا من الدرجة الأولى يعني أكبر أس عندك في المجال هيبقى أس واحد، خلاص كده؟ اللي احنا برضو بنسميها حل المعادله الخطيه. طيب بص بقى يا سيدي، حل معادله من الدرجه الاولى في مجهول واحد دي لها عده خطوات كده لازم تعملهم بالترتيب. انا جبت لك بقى امثله على كل خطوه لوحدها. ركز، جبت لك امثله على كل خطوه لوحدها، يبقى انا كده طالع معاك بالتسلسل كده. طيب اول فكره معانا في حل معادله من الدرجه الاولى في مجهول واحد، التخلص من الجمع والطرح. اول حاجه تتخلص من الجمع والطرح. هنا بقول لك اوجد قيمه ايه ده مجهول زي اكس وواي كده، عايزين نجيب قيمته. بص يا سيدي، انا عندي هنا جمع وطرح، اول حاجه لازم نتخلص منه. بص، اول حاجه لازم تبقى عارف ان اهم ما يميز المعادله وجود علامه يساوي، لان علامه يساوي لو كانت اكبر منها او اصغر منها والكلام ده تبقى اسمها متباينه بقى، ما علينا. يبقى اهم ما يميز المعادله وجود علامه يساوي، وعندك طرفين، طرف ايمن على يمين العلامه يساوي، وطرف ايسر على يسار علامه يساوي. طيب هنا بقول لك زائد 2 بيساوي كام؟ 7. انا عاوز اجيب قيمه مين؟ قيمة لازم أول خطوة نتخلص من الجمع والطرح. إزاي؟ قال لك أي حاجة مجموعة أو مطروحة مع المجهول بتاعك وديه الطرف الآخر بس بإشارة مخالفة. يعني أنت عندك هنا موجب 2 ديت هتعدي مع السبعة بإشارة مخالفة، يعني هي موجب 2 هنا تعدي مع السبعة سالب 2. يبقى الكلام عامل إزاي بقى؟ بص، هكتب لك المعادلة تاني أهو. المعادلة بتاعتنا زائد 2 بتساوي 7. خلاص كده هنمسك احنا بكل بساطه الاتنين ده خلاص تعدي هناك باشاره مخالفه، يبقى كده بتساوي 7 ناقص 2. كانت هنا موجب 2 راحت بعد يساوي كام؟ بسالب 2 بس. يبقى كده بتساوي كام بقى؟ 7 ناقص 2 ب5 على طول، يبقى هو ده الناتج. طيب المثال الثاني نكتب برضو المعادله بتاعتنا ناقص 3 بيساوي 9. برضو نفس الكلام، هنمسك السالب 3. اي عدد مجموع او مطروح مع المجهول بتاعك يعدي هناك بإشارة بإشارة مخالفة. يعدي بعد علامة يساوي بإشارة مخالفة. يبقى كده عندك بتساوي 9، هنا كانت سالب 3 تعدي هناك زائد 3 موجب 3 بس. يبقى كده بيساوي 9 و3 كام؟ 12. يبقى كده قيمة هنا في المثال ده ب 12. ماشي حضرات؟ طيب الفكرة او المثال الثالث بيقول لك 4 ناقص بيساوي 20. طيب تعالى كده نشوف 4 ناقص بيساوي 20. هنعمل شايف انت موجب 4 دي تعدي هناك بإشارة بإشارة جنب او جنب السالب اللي انت عاوز تجيب قيمتها اللي هو المجهول بتاعنا. هنعدي موجب 4 هناك بعد يساوي بإشارة مخالفة. يبقى بص، هتسيب سالب، خد بالك هنا سالب بقى مش موجب سالب بتساوي ال 20 دي زي ما هي. هنا كانت موجب 4 تعدي هناك سالب سالب 4. يبقى كده بسم الله السالب بيساوي 20 ناقص 4 بكام؟ 16. يبقى كده بيساوي سالب 16. ركز بقى كده، سالب بيساوي 16. بص يا سيدي، انا عاوز اجيب قيمه مش قيمه السالب. اعمل اضرب المعادله في سالب. سالب في سالب وموجب. طب هنا سالب وموجب بسالب بس، تبقى بكام؟ بسالب 16. وتبقى كده خلصت. خلاص يا شباب. طيب المثال الرابع بيقول لك 2 بيساوي 15. برضه هنعدل الاثنين هناك بإشارة مخالفة. يبقى بتساوي 15 ناقص 2. كانت هنا موجب 2 راحت هناك سالب 2. 15 ناقص 2 ب 13. يبقى هنا قيمة بكام؟ ب 13 على طول. طيب الفكرة رقم 2 بقى، يبقى كده خدنا الفكرة الأولى التخلص من الجمع والطرح، يعدي هناك على طول بإشارة مخالفة. طيب التخلص بقى من الضرب، لو المجهول بتاعك مضروب في رقم اعمل قال لك اقسم الرقم البعيد على الرقم القريب. بالراحه كده، لو المجهول بتاعي مضروب في رقم بقسم من الرقم البعيد اللي هو بعد علامه يساوي بقسمه على الرقم القريب. الرقم القريب اللي هو المضروب في المجهول. يعني هنا على طول بتساوي البعيد عنها اللي هو 10، هقسمها على القريب اللي هو مين؟ اللي هو 2 بس. 10 على 2 اولاد فالكام؟ فال5. خلاص يبقى هنا كده قيمه ب5 على طول. الموضوع برضو بسيطه ومفيش فيه اي حاجه. طيب مثال كمان، 3 بتساوي 5. بيقول لك 3 بتساوي 5. انت عاوز تجيب قيمه اقسم البعيد عنها على القريب فيها. يبقى كده قيمه بتساوي 5 على مين؟ 5 على 3. وتبقى كده خلصت. ماشي.
طيب الفكرة رقم 3 بقى، وهي التخلص من الجمع والطرح ثم التخلص من الضرب. خد بالك انا هنا اديتك فكرة التخلص من الجمع والطرح الاول، ورجعت هنا اديتك التخلص من الضرب لوحده. خلاص طبعا نجيب مسألة فيها الاثنين مع بعض، تخلص من الجمع والطرح وبعدين نتخلص من الضرب. خد بالك انا قلت لك ايه ثم، يعني هنا بس مثال اهو، 4 ايه زائد 2 بيساوي 50. اول حاجة اعمل ايه؟ هل ينفع اقول الايه هنا بتساوي 50 على 4؟ لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك في جمع اهو، في موجب 2 لازم تتخلص منها الاول، لازم تعدي هناك بشاره مخالفه. يبقى انا بتخلص من الجمع والطرح الاول وبعدين بتخلص من الضرب، ثم التخلص من الضرب. يبقى هنا يا اولاد هنقول بكل بساطه 4 ايه بتساوي 50 ناقص 2 بقى. يبقى كده 4 ايه 50 ناقص 2 كام؟ طبعا 48. يبقى كده قيمه الايه؟ كده انت خلصت من الجمع اهو. كده ليه ما عادش مجموعه ولا مطروحه مع حد، بس هي مضروبه في الاربعه. انت عايز تجيب قيمه الايه بس مش قيمه الاربعه. خلاص اقسم بقى البعيد على ايه؟ على القريب. يعني تقسم 48 على الاربعه، طبعا فيها الكام؟ فيها ال 12 على طول. يبقى كده بس قيمه الايه اللي احنا محتاجينها بكام؟ ب 12. ماشي يا شباب؟ طيب المثال الثاني يا شباب هنا بيقول لك ايه؟ سالب 5 زائد 6 ايه بتساوي 3. برضه هنا في جمع وطرح وفي ضرب، تمام كده؟ برضه لازم نتخلص من الجمع والطرح الاول قبل الضرب. يعني هنقول هنا الستة ايه زي ما هي اهي، هنا سالب 5 تروح جنب التلاتة بموجب 5. يبقى الكلام ده بيساوي 3 زي ما هي، وهنا سالب 5 راحت هناك موجب ايه؟ موجب 5. يبقى كده 6 ايه بتساوي 3 و5 طبعا 8. يبقى كده قيمة الايه؟ 8 على 6. اقسم بقى البعيد على ايه؟ البعيد على القريب اهو، 8 على 6. تمام كده؟ عايز تختصر بقى تقول مثلا على الاثنين فالاربعة، على الاثنين فالثلاثة بس. يبقى كده قيمة الايه؟ ب4 على مين؟ 4 على 3. تمام؟ 1 وتلت يعني. طيب مثال رقم 3 بيقول لك سالب 3 سالب 2 ايه بيساوي سالب 20. برضه هنتخلص من مين؟ من الجمع والطرح قبل الضرب الاول. يعني السالب 2 ايه دي سيبها زي ما هي دلوقتي سالب 2 ايه بتساوي السالب 20 زي ما هي. السالب 3 دي تعدي جنب السالب 20 بموجب 3، من السالب 3 تعدي بعد الطرف الاخر بموجب ايه؟ موجب 3. يبقى كده حضرات سالب 2 ايه بتساوي، يلا انا علمتك بقى الجمع والطرح، او ممكن تعملها بالاله بس انا من غير اله اهو. اشارات مختلفه، اطرح وخد اشاره الكبير. 20 خد منها 3 بقى 17، صح كده؟ خد اشاره الكبير 20 اشارتها سالب وخلاص. يبقى كده سالب 17. يبقى سالب 20 زائد 3 سالب ايه؟ سالب 17. ارجع لقاعده الاشارات تاني. طيب هنا بقى ممكن اعمل ايه بقى؟ هضرب المعادله في سالب في سالب وموجب، او هنا برضو سالب في سالب برضو موجب، او ممكن نقول بنطير السالب مع السالب على طول. فيبقى 2 ايه بتساوي كام؟ 17. خلاص اقسم بقى البعيد على القريب. يبقى كده الايه بتساوي كام؟ 17 على الاثنين اللي هي طبعا فيها كام؟ 8 ونص. ماشي حضرات؟ يبقى كده قيمه الايه اهوت ب 8 وايه؟ 8 ونص. طيب الفكره رقم 4 بقول لك لو تكرر وجود المجهول في المعادله، يعني الايه اتكررت اكتر من مره، اتكررت مرتين 3، اعمل ايه؟ قال لك لازم تخليهم الاول في طرف لوحده. خلاص كده؟ يعني تخلي المجهول في طرف والمعاليم اللي هي الارقام المعلومه فيه في طرف. بالراحه كده بص كده، انا عندي هنا معادله هنكتبها كده تاني 3 ايه ركز معايا زائد 2 بتساوي 2 ايه زائد 6. ركز لسه ما عملتش اي حاجه، انا كتبت المعادله بس. هنا عندك 3 ايه وفي الطرف الثاني بعد يساوي 2 ايه، خلوهم الاثنين في طرف واحد. يعني عدي واحده جنب الثانيه باشاره مخالفه. هنعدي مثلا الصغير يروح للكبير اهو. 2 ايه ديت بالموجب صح؟ تعدي جنب ال 3 ايه بالسالب. والموجب 2 ديت بالموجب تعدي جنب موجب 6 بالسالب. يبقى انت عندك هنا 3 ايه موجب 2 ايه تروح لها سالب 2 ايه يساوي اهو. هنا كان عندك 6 موجب 2 تروح لها سالب 2 بس. يبقى انا كده عملت ايه؟ خليت المجهول في طرف اللي هي المضروب في الايه يعني، وخليت المعلوم في طرف. تمام كده؟ هنا 3 ايه ناقص 2 ايه يتبقى 1 ايه. 3 ايه ناقص 2 يبقى 1 ايه بتساوي 6 ناقص 3 بكام؟ 6 ناقص 2 بكام؟ ب4. بس كده قيمه الايه ب4. اظن الموضوع سهل وبسيط مفيش فيه ادنى مشكله. طيب نفس المنطق هنا برضو سالب 5 ايه سالب 3 بيساوي 2 ايه زائد 31. هنا برضو عندك هنا سالب 5 ايه، طب والطرف الثاني في 2 ايه. خلاص خلي المجاهيل في طرف، فنقول هنا سالب 5 ايه وموجب 2 تروح لها بإشارة مخالفة السالب 2 ايه بتساوي هنا كان في كام؟ 31. طب هنا سالب 3 تروح لها موجب 3.
كلام سهل اهو. خلاص اطرح بقى واجمع يلا. سالب 5 ايه سالب 2 ايه، تبقى سالب 7 ايه على طول. خلاص جمعت 5 و2 7 اشارتهم سالب. سالب 7 ايه بيساوي كام؟ 31 و3 يبقى كده 34. اقسم بقى البعيد على القريب، يبقى كده الايه يا اولاد ب 34 على سالب 7 اللي هي نفسها برضه سالب 34 على 7. خلاص يعني السالب ده محطوط تحت محطوط فوق مش هتفرق. خلاص كده. طيب الفكرة رقم 5 يا شباب من أفكار حل المعادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد، وهي التخلص من الكسر. لو أنت عندك كسر في المعادلة تعمل إيه؟ في قاعدة مشهورة جدا جدا اسمها حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. إحنا بنقولها اختصارا المقص، أو بنقولها إيه؟ طرفين في وسطين على طول. طيب مثال هنا مثلا بيقول لك إيه على الاتنين بيساوي 5. خلاص أهو تعالى نكتب كده المعادلة تاني. إيه على 2 بيساوي 5 على طول. بص يا سيدي هنا هل في مقام للخمسة؟ لا. طيب ما فيش مقام، بنعتبر ان مقام كام؟ بواحد. خلاص بعدين تقوم عامل المقص بقى المشهور. طيب المقص المشهور بيقول لك ايه؟ حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني واحد في ايه اللي هي بايه يعني بتساوي 2 في كام؟ 2 في 5. طب 2 في 5 ب 10 يبقى كده قيمة الايه؟ ب 10 على طول يا حضرات. تمام كده؟ طيب الموضوع بسيط اهو. طيب مثال تاني بيقول لك ايه على 3 بيساوي 2 على 4. برضه نفس الكلام حاصل ضرب الطرفين برضه بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني نقول ايه 4 في ايه اهي 4 ايه بتساوي 3 في 2 3 في 2. طيب 4 ايه بتساوي كام؟ 3 في 2 ب 6. اقسم بقى البعيد على ايه؟ البعيد على القريب. يبقى كده الايه بتساوي 6 على 4 اللي هي طبعا فيها ايه؟ ها الواحد ونص. ماشي يا حضرات؟ طيب اللي بعد كده بقول لك هنا 2 a على 6 بتساوي 3 على 4. 2 a على 6 بتساوي 3 على 4. بالراحه كده برضو حاصل ضرب الطرفين برضو بيساوي حاصل ضرب الوسطين. ها نقول 2 في a في 4 دول كل شباب مضروبين في بعض. 2 في a في 4. طب 2 في 4 بكام؟ ب 8. في a ب 8 a بتساوي ها 6 في 3 3 في 6 ب 18. وبعد كده بقى الايه هتساوي البعيد على القريب. يبقى كده الايه بتساوي البعيد 18 والقريب مين؟ التمانية. 18 على 8 طبعا فيها الاتنين وايه؟ الاتنين وربع. بس كده تبقى دي يا شباب قيمة مين؟ قيمة الايه؟ تمام؟ طيب معانا كام مثال اهو. المثال الرابع بيقول لك 3 ايه زائد 5 الكل على الاتنين بتساوي 3 على 7. طيب بص برضو انت تضرب البصرة اهو تضرب في مقام الكسر الثاني. يعني 3 ايه زائد 5 كل ده مضروب في 7. ركز معايا بيساوي ده حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين اللي هم مين؟ 2 في 3. 2 في 3. طيب ركز هنا بقى كده. وبرضه الحته دي انا هركز لك عليها كمان شويه. بص يا سيدي فعندك هنا عدد او رقم مضروب في قوس اهو صح؟ طيب هنعمل ايه؟ قال لك العدد اللي بره ده هينضرب مره في الاول ومره في الحد الثاني. يعني قوس فيه حدين، العدد اللي بره ينضرب مره في الاول مره في ايه؟ ومره في الثاني. فيبقى 3 ايه في 7 3 في 7 ب 21. يبقى 21 ايه زائد 5 في 7 35 بتساوي طبعا 2 في 3 بكام؟ ب 6. بعد كده اشتغل بقى خطواتك عادي خالص. عدي اي جمع وطرح يعدي هناك بشاره ايه؟ بشاره مخالفه. يعني هم ماسكين ال 35 ديت بالموجب تعدي جنب الستة بالسالب. يبقى هنا كده 21 ايه زي ما هي بتساوي 6 ناقص 35. 6 ناقص 35 يبقى كده 21 ايه بيساوي 6 ناقص 35 طبعا بسالب 29. اشارات مختلفه اطرح وخد اشاره الكبيره واعملها على العلم. تمام كده. طيب بعد كده الايه بقى بتساوي البعيد على القريب. البعيد سالب 29 على القريب اللي هو مين؟ 21 بس. وشوف بقى بالآلة بيساوي كام. طيب المساله اللي بعد كده بقول لك سالب 2 سالب 4 ايه الكل على 3 بيساوي 2 على سالب 5. برضه طرفين في وسطين برضه. ركز يلا كده معايا. السالب 5 دي تنضرب في مين؟ تنضرب في البسط اللي فوق ده كله تمام كده. فيبقى عندك بص بقى تنضرب برضه مره في الاول ومره في الثاني. سالب 5 في سالب 2 بموجب 10 لان سالب في سالب وموجب و2 في 5 ب 10. موضوع سهل اهو. بعد كده تاني سالب 5 تنضرب في سالب 4 ايه. بالراحه كده سالب في سالب برضه بموجب تاني. طبعا هنا كان في موجب بس ما بتكتبش في الاول يعني. سالب في سالب وموجب 4 ايه في 5 4 في 5 ب 20. طب والايه تنزل زي ما هي يعني 20 ايه 4 ايه في 5 ب 20 ايه. طيب الكلام ده بيساوي مين بقى؟ ده في ده بقى
2 في 3 بكام؟ 6 على طول. طيب انت عايز تجيب قيمة الايه؟ طب هي مضروبة في 20 بس مجموع معاهم مين؟ 10. ال10 تعدي هناك بإشارة يا ولاد، بإشارة مخالفة. تعدي هناك بالسالب يعني، يبقى كده يا ولاد هنا 20A بتساوي 6 ناقص 6 ناقص 10. يبقى هنا كده ال20A بتساوي 6 ناقص 10 سالب 4. يبقى كده قيمة الايه؟ البعيد على القريب، البعيد سالب 4 على القريب اللي هو مين؟ 20 يعني سالب 1 على 5. سالب ايه؟ 1 على 5 اللي هي سالب 2 من 10 يعني يا ولاد. خلاص سالب ايه؟ 2 من 10. وادي يا سيدي قيمة الايه؟ موضوع بسيط اهو. تمام. طيب يا شباب دي كانت الفكرة رقم 5 وهي التخلص من الكسر. تعالى بقى فكرة برضو مهمة جدا جدا وهي التخلص من الجذر التربيعي. ازاي؟ يعني وانا بحل المعادلة وانا بحل المسألة لقيت جذر في المسألة لازم اتخلص منه، قال لك بتربيع الطرفين. تمام؟ بتربيع الايه؟ بتربيع الطرفين. بص يا سيدي، انت عندك عندنا في الرياضة في عمليتين رياضيتين عكس بعض، يعني لو لقيت واحدة فيهم اعمل الثانية على طول. مين ومين؟ الجذر والتربيع. الجذر والايه؟ والتربيع يعني وانت بتحل المسألة لو لقيت جذر في المسألة لازم على طول تاخد تربيع الطرفين، لازم تربع الطرفين. ولو لقيت تربيع في المسألة لازم تاخد الجذر التربيع للطرفين. يبقى احنا عندنا كده عمليتين رياضيتين ايه؟ عكس بعض، الجذر والايه؟ وتربيع الطرفين. بص يا سيدي، رقم 6 بيقول لك التخلص من الجذر بتربيع الطرفين. تعال كده نشوف مثال. جذر ايه بيساوي 5. عندك جذر ربع الطرفين على طول. تعال كده نكتب المسألة تاني. جذر ايه بيساوي 5. اعمل ايه؟ قال لك هناخد تربيع الطرفين. الطرف الاولاني هربعه والطرف الثاني برضه هربعه. طبعا على طول بنقول التربيع يطير مع الجذر. يبقى كده قيمة الايه بس بتساوي 5 تربيع 25 وتبقى كده المسألة خلصت. بس كده. مثال تاني اهو، جذر 2A بيساوي 6. هنربع برضه الطرفين، نكتب المسألة تاني اهو، جذر 2A بتساوي 6. هنربع الطرف الأول ونربع الطرف الثاني. على طول برضه نقول التربيع يطير مع الجذر، يتبقى ما تحت الجذر. يتبقى ايه ما تحت الجذر اللي هو 2A بس بتساوي 6 تربيع اللي هي طبعا 36. بعد كده الايه بقى البعيد على القريب نقسم 36 على الاثنين، نقسم يا ولاد 36 على 2 فيها 18. تمام كده؟ يبقى كده الايه ب 18 على طول. طيب مثال كمان اهو، بيقول لك جذر 3A زائد 4 بتساوي 10. عايزين مين؟ عايزين برضه قيمة الايه؟ برضه هنربع الطرفين. ركز كده. طيب يلا على طول نربع. يلا لما ربع الطرف ده التربيع يطير مع الجذر، يتبقى ما تحت الجذر، يعني 3A زائد 4 بس بتساوي، لما ربع ال10 بقت 100. خلاص كده؟ بعد كده اعمل ايه؟ امشي خطواتك عادي بقى. اي جمع وطرح يعدي هناك بإشارة ايه؟ بإشارة مخالفة. خلاص كلنا بقى عارفين الخطوات اللي جايه. الموجب 4 تعدي هناك سالب 4. يبقى انت عندك كده 3A بتساوي 100 ناقص 4. 100 ناقص 4 على طول كام؟ 96 على طول. خلاص. بعد كده الايه بتساوي البعيد نقسم على القريب. 96 على 3 فالكام؟ فيها ال 32. خلاص يا شباب. وتبقى دي برضو قيمة مين؟ قيمة الايه. طيب مثال كمان، مثال رابع، بيقول لك جذر 3 ناقص 2A زائد 2 بيساوي 10. ركز هنا بقى كده. هل هنا يا ترى ينفع اربع الطرفين على طول؟ لا. ليه؟ بالراحة كده. انت عندك هنا موجب 2 دي بره الجذر، خد بالك. موجب 2 بره الايه؟ بره يعني مجموعة مع الجذر ده كله. فاحنا اول خطوة قبل ما اربع الطرفين لازم نتخلص من الجمع والطرح. ازاي؟ هنعدي الموجب 2 هناك بإشارة مخالفة. تنطرح من العشرة. يبقى 10 ناقص 2 بقت 8. يبقى انت بص كده، هنسيب جذر 3 ناقص 2A دي زي ما هي بتساوي 10 ناقص 2. هنعدي بس الاثنين ده بإشارة مخالفة. يبقى انا كده جذر 3 ناقص 2 لسه ما غيرتش فيها حاجة اهو، 10 ناقص 2 8. خلاص كده انت اتخلصت من الجمع والطرح. خد بالك الخارج خارج الجذر. لكن الجمع والطرح اللي تحت الجذر لا، هتسيبه زي ما هو. طيب بعد كده تعمل ايه بقى؟ ربع الطرفين بقى. ادي الطرف الايمن نحط عليه تربيع، الطرف الايسر نحط عليه تربيع. التربيع هنا يطير الجذر، يتبقى ما تحت الجذر. 3 ناقص 2A بتساوي طبعا 8 التربيع ب 64. بعد كده هنعدي الثلاثة هناك بإشارة مخالفة. يبقى هنا كده سالب 2A بتساوي 64. اطرح منها 3 تبقى 61. يبقى هنا كده على طول الايه بتساوي 61 على سالب 2. 61 على سالب 2 يعني فيها سالب 30 ونص. ماشي حضرات؟ هذا سيدي قيمة الايه. طيب الفكرة رقم 7 كده خلصنا الفكرة الستة وهي التخلص من الجذر. الفكرة السابعة بقى عكسها بقى،
التخلص من التربيع ازاي؟ قال لك باخذ الجذر التربيعي للطرفين. يعني لو التربيع ناخد مين؟ ناخد الجذر التربيعي للطرفين على طول. يعني المسألة الأولى، السؤال الأول بيقول لك A تربيع بتساوي 4. عايز اتخلص من التربيع ده، ناخد الجذر التربيعي للطرفين. اهو التربيع يطير مع الجذر، يبقى كده الايه بتساوي جذر 4 بكام؟ ب2. يبقى انت كده خلصت على طول. بس موضوع بسيط خالص اهو. السؤال اللي بعده 25 A تربيع على 2 بتساوي 6 على 4. أول حاجة اعمل طرفين في وسطين. خلاص اعمل ايه؟ طرفين في وسطين. فأنت هنضرب 25 A تربيع في 4 بتساوي 2 في 6. ده البسط الأول في مقام التاني بيساوي مقام الأول في بسط التاني. خلاص المقص. يبقى 25 A تربيع في 4، 4 في 25 ب 100، تبقى 100 A تربيع بتساوي 2 في 6 12. بعد كده نقسم البعيد على القريب. يبقى كده قيمة الايه تربيع بتساوي 12 على 100. خلاص يبقى كده قيمة الايه بس من غير تربيع. خد الجذر التربيعي للطرفين اهو. ناخد الجذر التربيعي للطرفين، فالتربيع طير الجذر، يتبقى مين؟ يتبقى الايه بس بتساوي مين بقى؟ جذر 12 على 100. جذر 12 على يا شباب؟ على 100، وزي ما تطلع بالآلة بقى. خلاص طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 4 A تربيع على 3 بتساوي 5 على 2 A. مع بعض بالراحه كده. برضه اول خطوه طالما في كسرين طرفين في وسطين على طول. هنضرب 4 A تربيع في 2 A. ركز بقى، 2 في 4 بكام؟ ب 8. طب A تربيع في ايه؟ خد بالك، شوف ضربت الرقم في الرقم والرمز في الرمز. A تربيع في ايه؟ A تكعيب. A أس 3. يبقى دلوقتي 4 A تربيع في 2 A بقت 8 A تكعيب. ركز في الحته دي. طيب بتساوي 3 تنضرب في الخمسة بقت 15. يبقى هنا كده ال A تكعيب البعيد على القريب هتساوي كام؟ 15 على 8 حضرات. يبقى ال A بس. هنا بقى مش هناخد الجذر التربيعي، لا ده احنا هناخد الجذر الايه؟ التكعيب بقى. الجذر الثالث يعني. ناخد الجذر الثالث للطرف ده والجذر الثالث برضه للطرف ده. يبقى ال A بس من غير تكعيب بتساوي الجذر التكعيبي لل 15 على 8، وزي ما تطلع بالآلة بقى. خلاص؟ بس بعرفك الفكرة يعني. طيب مثال كمان 2 A على 4 بتساوي 30 على 3 A. خد بالك أنا ممكن أقول 30 على 3 في 10 تبقى أكتبها فوق، يعني بقت 10 على A. أو ممكن أعمل طرفين في وسطين زي ما احنا عارفين، أو الخطوة طرفين في وسطين. يلا 2 A في 3 A، 2 في 3 ب6. وايه في ايه بقت ايه تربيع بتساوي عشان بلاقي ناس بتعمل على، لا انت بتضرب طرفين بيساوي وسطين. خلاص مش على وسطين. بتساوي مين بقى؟ 4 في 30، 3 في 4 ب 12 والصفر يعني 120. خلاص طيب الايه تربيع بقى البعيد على القريب. يبقى كده قيمه الايه تربيع هقسم ال 120 على 6. 120 على 6 طبعا فيها الكام؟ فيها ال 20 على طول. خلاص يا شباب. طيب الايه تربيع بتساوي 20، يبقى الايه بس خد الجذر التربيع للطرفين هتبقى تساوي جذر 20، وزي ما تكون بقى بالآلة.